كل واحد مننا، بتحافظ على كل بيت في مصر، بتحافظ على كل مواطن في مصر، ان هي بتوفر الامن لكل المواطن على ارض مصر. ده شغلة وزارة الداخلية. تخيل لما احنا نشغل وزارة الداخلية انها تبقى بس مشغولة انها تحافظ على نفسها هي. انا بس عايز اوري الصور ديت اللي البعض ما شافهاش دولت بقى. اقفي كده يا اقفي يا اميره سنه شويه هنا. هذا التجمع من الشباب اللي موجود ده، هو دي وجهه النظر اللي اختلف عليها مجلس الشعب. النهارده اللي ماسك ازازه فيها بنزين ودلوقتي بقى بيحط اللي هو بيرمي ده، هل ده النهارده اقف بس عشان خاطر بقى خلاص اقف بس شويه عشان عايز اعرف حاجه. عايز اعرف انا حاجه بقى. استنى دلوقتي، الراجل ده هل ده ثوري؟ هل ده مش ثوار؟ هل ده مطلوب من مجلس الشعب انه يحميه؟ هل ده مطلوب من اي حد من النخبه انه يحميه ولا يوافق عليه؟ بس انا بقى ارضى ضمائركم، هل ده مطلوب من اي حد من اصدقائي وزملائي واخواتي الاعلاميين يوافق عليه؟ هل يوافق حد على واحد النهارده اللي بيحرق في مصر ده؟ واحد يقول لي سبب واحد، انت رايح بتقول انا عايز اجيب حق بتوع بورسعيد، الشهداء اللي ماتوا في بورسعيد، بتجيبوا بالبتاع ديت؟ مين قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ يعني ومين اللي يرضى بده؟ قالوا ايه عشان خاطر نعطي الموضوع شرعيه ان دي كوره حاطين علم الاهلي والزمالك وعلم مصر؟ بقى ده كلام؟ بقى ده كلام؟ طبعا الشباب الصغير اللي عمال يحدف طوب ده، يعني زي مجلس الشعب يقعد 4-5 ايام ولا يستطيع ان ياخذ قرار ان يعتبر ان ده يجرم هذا الوضع. هل ده تظاهر؟ هل هو ده التظاهر يا مجلس الشعب؟ هل ده تظاهر يا نواب يا تقدميين يا اللي معتصمين هناك؟ هل ده تظاهر ده النهارده؟ وبعدين لما اسيب الشاب ده واصوره ومتكيف هو عمال يطلع كده اللي بيضرب طوب وبيعمل ده، لما اسيبه كده معناه انا بقول ايه؟ بناخد الدوله ايه؟ يعني احنا بنقول ان الفوضى بقت هي شعارنا وهي حالنا وهي مالنا وهي كل حاجه. تخيلوا بقى حضراتكم انتوا قاعدين في البيوت ان مجلس الشعب الموقر اعطى شرعيه لهؤلاء. استنيني بس قبل ما تجيبي لي دول، ادى شرعيه لكل دولت، ادى شرعيه لدولت وحمى دول، ورفض ان يعطي تشريع او يعطي سلطه للداخليه ان هي تقدر تاخد ان تطبق القانون. تطبيق القانون اللي هو ايه؟ انت عايز تتظاهر على دماغي من فوق، بس التظاهر له شروط 1 2 3 4. طبعا رمي النار ده مش ما اعتقدش ان حد يقول ان رمي النار في التظاهر، ما حدش يقول ان تزقيل الطوب في التظاهر، ما حدش يقول ان انا امشي في عرض الشارع ده كده واقف المرور واقف الشارع لمده 10 ايام 15 يوم ونبني فيه سياج ونحط فيه حواجز امنيه والكلام ده يقول ان ده تظاهر. ما حدش يقول ان ده كله تظاهر. ازاي يبقى مجلس الشعب يوافق على ده؟ بلاش ده بقى، هاتيني اللفان ده ابو انبوبه بقى، اطلعي لي فوق تاني. شوف شايل انبوبه ايه؟ ما دي لما يولعها ويرميها من فوق هتعمل زي الانفجار بتاع الغاز بتاعها، هيعمل تفريغ، هيموت اي حد في المحيط بتاعه بتفريغ الانفجار بتاع الغاز. يعني هي دي المشكله. يعني انبوبه البوتاجاز لما بتنفجر بتعمل مشكله ليه؟ وبتروح مفرتكه بيته وخلع شبابيكه ليه؟ لان كميه الغاز اللي لما بتروح مولعه ديت بتسحب كميه اكسجين بتعمل تفريغ. هذا التفريغ في القنابل الكبيره، يعني الشهيد عبد المنعم رياض رحمه الله عليه لما نزلت القنبله من الوزن الثقيل مات بالتفريغ. تلاقيه زي ما هو سليم كده، انما اللي حصل التفريغ بيدمر كل الاجهزه اللي جوه، القلب والرئتين كل ده بيتدمر من جوه. هذا هو التفريغ. يعني ممكن دي تعمل مصيبه سوداء. اللفندي اللي شايلها فوق وتحت سمع وبصر البهوات وعلى بعد 100 متر من مجلس الشعب وكل الكلام ده كله، وناس بتضرب طوب من تحت. هاتيني وقفي لي على ده اللي محموق قوي بيضرب طوب ده مين ده؟ هو ده ثوره؟ هم دول الثوره والثوار؟ مين ده؟ مين ده؟ ومين اداله الشرعيه دي؟ والناس تقول علينا ايه بره والنبي، واحنا النهارده مجلس الشعب بحاله بيتكلم اوعى تقربوا عشان ده سائر. ده سائر على ايه؟ وعايز ايه؟ تعال انت يا حبيبي بالطوب اللي في ايدك، تعال خش انت بقى، يلا ورينا كده هتعمل ايه؟ ايوه هو ده اللي ربنا قواك عليه. ما انت معاك 4 5 في مجلس الشعب معتصمين عشان خاطرك. ادخل يا بطل، ادخل اضرب بالطوب، يلا ادخل يا سيدي. يا دي الخيبه على اللي احنا وصلنا فيه. خدنا العيال ولعبنا في دماغها وبوظنا دماغها، ودول هو ده الديل. هات لنا اللي على السطح يا بنتي، هات لنا اللي على السطح بقى، يلا. ادي دولت اللي شغالين مصر، قعدوا شغالين مصر شهر، ومجلس الشعب قعد 3 حاكم وزير الداخليه عشان دول. عشان دول مجلس الشعب حاكم وزير الداخليه عشان دول. يعني وزير الداخليه حاكموه وطلع عضو مجلس الشعب تكلم معه باسلوب غير لائق عشان دول. ازاي ان دولت حد يضرب عليهم قنابل بتاع؟ ما تسيبوه. والبعض نادى قال لك طب ما يروحوا، يعني ايه المشكله؟ يعني ما يروحوا يخشوا، ده ايه المشكله؟ بقى ده كلام.
التانيين بقى اللي طلع فوق السطح دولت بقى راكبين بقى، واخدين موقع من فوق استراتيجي وراكبين الموقع الداخليه وعمالين يضربوا طوب، ولو حد طلع لهم هيقول لك العنف الغير مبرر، ويطلع بقى يشنتفوا ويعملوا واللي يصورع واللي يعمل عشان عنف غير مبرر. الدور اللي حرقوا على فكره ده المبنى بتاع الضرايب اللي اتحرق وعمل، فشوفوا الصور عشان لو صوره حد باين منهم يتمسك يتحاسب. شوفوا بقى ملفات قد ايه اتحرقت، شوف بيرموا ايه من فوق. ما هو اللي تحت دولت عساكر من الصهاينه، العساكر بتوع الداخليه دول من الصهاينه كانهم كفره. ادي اللي بيحصل، وللاسف ان هذا الامر تم تقنينه. اقفي كده يا اقفي يا خليكوا، لا خليني اقفي لي عليهم هم، على حد من اللي بيزقلوا طوب دول، اقفي لي بس سيبي لي بقى فيكس كادر على اي حاجه من اللي فوق. ايوه بس اقفي لي هنا بقى في وسط الكلام ده كله والداخليه مشغوله في ده كله. طب تعالوا نشوف نبص محافظات مصر ايه اللي بيحصل.